الجميلة اللي في سورة النساء مسك الختام: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. حط في وردك يوميا 100 أستغفر الله العظيم الصبح و100 أستغفر الله العظيم بالليل، لأن ربنا سبحانه وتعالى وصاك لو غلطت استغفر، هتلاقي ربنا غفور يغفر كل ذنب في كل مرة سبحانه وتعالى. وعايز أقول لك على حاجة أخيرة: الاستغفار مش بس عشان ربنا يغفر لك ذنبك، ده الاستغفار ده هو الباب الأوسع لزيادة الرزق وتفريج الكربات. من لزم الاستغفار كان له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة فيديو جديد وروتين جديد زي كل يوم. طبعا بحب اغير لكم في الفيديوهات وانوع لكم فيها عشان ما تملوش وتزهقوا. تمام، اهلا وسهلا بالناس الجديدة اللي انضمت عندي في القناة. نورتونا وشرفتونا وطبعا القناة منورة بالناس اللي موجودة فيها. آه، ربنا يخليكم يا رب العالمين، وكل واحد يحقق له كل اللي بيتمناه واكتر، اللهم امين. اللي بيدخل القناه لاول مره وما اشتركش عندي في القناه يشترك على كلمه اشتراك وفعل زر الجرس على الكل، علشان كل ما انزل فيديو جديد يوصل له اشعار بيه ويتفرج على الفيديو ان شاء الله. تمام. اللي بيدخل قناتي على طول هتتشجع، والله هتتشجع. انا خد لك بس لفه كده في الفيديوهات القديمه وشوفها ان شاء الله، هتاخدي باور ونشاط كده، وتقوم تكون تخلصي كل اللي عندك. تعالى اقول لكم اليوم بقى بتاعي بدأ ازاي. صحيت كده من النوم، صحيت على تنظيف الفراخ اللي انا بوريها لكم في اول الفيديو ده. انا اللي في اول الفيديو ده انا اللي منظفاها من اولها. يعني انا اللي شلت الريش، وانا اللي فتحتها ونظفتها كلها يعني. تمام. بس هي اول ما جت كده عندي انا حطيتها على الحوض ورايا. تمام. وقمت عملت ايه بقى، كان عندي المواعين دي مغسوله من قبلها من بالليل، وكان عندي شويه مواعين في الحوض. فانا قلت اول حاجه هفضي المواعين دي عندي. يعني هفضي المواعين دي واحطها كل واحد في مكانها. بصوا بقى لما المواعين بتتصفى بره، طبعا انت لو عندك المطبقيه اللي بتصفي في الحوض دي حلوه جدا يعني. انا بس ما بحبش اصفي او صفات اطباق اللي هي بتبقى على الحوض برضو. انا بحب ادخل كل المواعين في مكانها تبقى ناشفه. انا كده ببقى يعني ايه، ما بتغيرش، بتفضل مكانها كويس، ما بيعملش ريم. بصوا كده احلى حاجه بصراحه. حتى لو سبتها ساعه او ساعتين، يعني عبال مثلا ما تغسل مواعين وتخلصي وعايزه تشيلهم تحطي كل واحد مكانه، حلو برضو. يعني بيبقى برضو صفت كل الميه اللي موجوده فيها او اغلبها تحت في الطبق مثلا او في الحاجه اللي انت بتحطيها. شلت كل واحد كده وحطيته مكانه. تمام. وطبعا هاملة مية واحطها على البوتاجاز عشان في الحلة يعني، علشان اعمل فيها الفراخ، يعني اصمت فيها الفراخ علشان انضفها. وفي الوقت اللي المية بتغلي فيه انا قمت بقى، كان في شوية مواعين في الحوض، علشان طبعا اول ما ابدا انضف الفراخ يبقى الحوض ما فيهوش عندي مواعين ولا اي حاجة. آه، بس احنا عايزين بقى نصلي على النبي. نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، وصل على سيدنا محمد في الاخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. بصوا يا جماعه، النظافه جميله جدا. انت كده لما تدخلي المطبخ بتاعك كده الصبح وتلاقيه رايق، غير لما تدخلي بقى وتلاقيه متكركب، وعندك شويه مواعين، والبوتاجاز مش نظيف، والرخام عندك مليان حاجات. طبعا لو انت دخلتي بالنظام المطبخ كله، يعني حاجات كده، هيبقى انت اصلا عايزه تدخلي تخلصي الشغلانه بتاعتك بسرعه، ومش هتعمليها باتقان. يعني مش هتعمليها بنفس كده. زي ما انت هتدخلي تلاقي المطبخ بتاعك نظيف ورايق. فمثلا لو انت داخله تطبخي هتطبخي الحاجه بحب وتطلعها كويسه. لو انت داخله برضو عندك شويه مواعين صغيرين هتغسليهم كويس وهيبقوا نضاف وتسيبيه. لو انت داخله تعملي اي حاجه، طالما المكان هيبقى نضيف هتعملي الحاجه كده بحب. لو المكان مش نضيف اكيد هتستعجلي بسرعة طبعا، علشان مثلا تلمي باقي المطبخ، علشان تعملي حاجة تانية، عشان انتوا فاهمين. فلازم يعني على قد ما تقدري ان انت تسيبي المكان نضيف. يعني مثلا المية، انت حطيتي مية مثلا زي ما انا هعمل عشان اعمل الفراخ مثلا، مش هقف بقى استناها عبال ما تغلي او اسيبها واروح امسك التليفون. لا، انا عبال ما هي كانت يعني المية تغلي وكده او تسخن، انا كنت في الوقت ده رحت عملت ايه، غسلت المواعين وروقت الحوض وكده يعني. في اليوم ده اقول لكم ان انا غسلت الحوض اكتر من 15 مره والله العظيم. كل شويه اغسل، يعني بعد غسيل المواعين غسلت الحوض، بعد كل ما اعمل الفراخ واغسلها اغسل الحوض. فاتغسل كتير جدا. بس زي ما بقول لكم كده، طول ما الواحد ايده في الحاجه ما شاء الله بتبقى حلوه ومنوره.
غير لمّا الواحد بيبقى يعني إيه، كل فين وفين لمّا تيجي تحطّي إيدِك فيها، أنتِ فعلًا بتنضّفيها، بس طبعًا ما بتنضفش زي ما كل مرّة بتعمليها، يعني بيبقى عندِك الفواصل بتاعة الحاجة ديّة مش نضيفة، عندِك برضه بتبقى مثلًا مش بتلمع زي اللي هي كل شوية بتتغسل، أنتم عارفين زي الناس اللي كل شوية مهتمة بنفسها وببشرتها وتاخد shower ومش عارفة إيه، تحسّوا الناس دي بتلمع كده. غير اللي مثلًا برضه كل فترة كده بياخد shower أو كده، هو ماشي بيبقى كويس وكل حاجة، لكن بس مش زي التاني برضه، تمام؟ زي ما باقول لكم كده إن الحوض أخد منّي ما شاء الله في اليوم ده يعني أخد من صحتي بصراحة، كل شوية غسيل الحوض، غسيل الحوض، بس أنا كنت لازم أعمل كده خصوصًا في اليوم اللي هو بيبقى فيه تنضيف وكده، عشان إيه، ما يبقاش ريحة يعني في المكان أي ريحة زفارة من الفراخ وكده. المهم تعالوا نقول الدعاء اللي إحنا متعودين عليه، ربنا يا رب يكفينا ويكفيكم شر اللي في الغيب. اللهم إني أتبرأ إليك من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين، اللهم أعني ولا تعن علي، اللهم انصرني ولا تنصر علي، اللهم امكر لي ولا تمكر علي. عايزة أقول لكم إن في اليوم ده كان عندي شغل كتير جدًا. أول حاجة يعني أنا باقول لكم صحيت من النوم على تنضيف الفراخ على طول، كان عندي الأوض عايزة تتروّق، تمام، كل البيت كان عندي كان وِحِش جدًا. الأوض عايزة أروّقها وأعدل السراير، أنا أي نعم أنا يعني ما غيّرتش المفارش عشان كده ما جبتهوش معاكم، لكن أنا صحيت من النوم عملت كل الحاجات اللي أنا باقول لكم عليها دي، يعني عملت الفراخ وكده، ودخلت على طول غيّرت العباية ودخلت بقى عشان كانت مبلولة. عملت أوضة النوم وقفلتها، يعني عملت الفرش وكده، وطبّقت البطاطين، وقُمت كنست الأرض والسجاد وبعد كده قفلتها، عملت أوضة الأطفال نفس النظام وقفلتها، عملت برضه المكان اللي عند الغسالة وعملته، كنت حاطة طبعًا دورة غسيل، طبعًا طلّعتها وكنت حاطة التانية طلّعتها برضه، وكمان هانشرهم بس يعني إيه هانشرهم الضهر كده يعني ما نشرتهمش الصبح بصراحة، تمام؟ آآ عملت يعني وطبعًا المطبخ كنت باعمله برضه أنا بعد ما نضّفت الفراخ برضه كمّلته وكده وكنست السجادة يعني عملت كل حاجة فيه، ما عدا بقى عندي الصالة والرُكنة والحمام، هم دول لسه ما عملتهمش وحاليًا باسجّل لكم الفيديو وهم لسه ما اتعملوش، بس أنا عايزة أعملهم إيه بقى، عايزة أعملهم تنضيف عميق، أنا ما رضيتش أدخل يعني إيه، اللي هو أنضّفهم أي كلام كده، يعني مش أي كلام يعني من وِش كده. أنا بقى عايزة أشيل السجاد، عايزة أغسل السجاد بتاع أوضة بتاع الصالة وبتاع الرُكنة، يعني بتاع الأنتريه وبتاع الرُكنة، عايزة أنزّل الستاير، عايزة إن شاء الله ده هيبقى في الفيديو القادم إن شاء الله، هاعمل الحاجات ديّة، أنا لسه ما عملتهاش، يعني الله المستعان ربنا يعيننا ويعينكم كده، ونخلّص كل حاجة إحنا عايزينها كل حاجة نِفْسنا فيها. فإن شاء الله في الفيديو القادم هاعمل كل الحاجات اللي أنا باقول لكم عليها دي كده، عشان أنا عايزة أعمل تنضيف عميق فيهم، لإن الفترة اللي فاتت كان فيها تراب باحس كده إن الحاجة وهي متطرّبة بتبقى شكلها مش حلو ومش عاجبني، مهما أنضّف فيها يعني أنا بابقى مش مرتاحة. فهاعملها إن شاء الله الفترة الجاية. تعالوا بقى أقول لكم أنا قسّمت الفراخ المرّة دي تقسيمة مختلفة غير كل شهر، أو غير كل مرّة باجيب فيها الفراخ، كل مرّة أنا باخلّي الراجل هو اللي يخليها، تمام، أنا أصلًا بابقى أجيبها متنضّفة يعني مش ما أنا اللي ما بانضّفهاش، فباقول له اخليها لي، فبيطلّع لي الصدر تمام، ويسيب لي الهيكل بس. طبعًا الوراك كده باعملها إمّا في صينية أو مسلوقة أو كده، ما باعملهاش حاجة غير كده. لكن دي بقى أنا حاولت أسيب شوية من في أسيب يعني حتّة من الصدر وآخُد باقي الصدر تمام، ليه بقى؟ علشان أبقى أخلّي الحاجات يعني مثلًا إيه، الكتف بحتّة من الصدر ممكن أعملهم في صينية بطاطس أو كده، وأنا فعلًا هاعملهم معاكم في الفيديو النهارده تمام، يعني هاعمل يعتبر صدر ما فيش غير أنا وولادي بس اللي موجودين، فهو أصلًا هيكفّينا يعني. المهم بقى أنا بدأت بعد ما قطّعتها عشان بيبقى عند الوراك كده حاجات كده دم بُني لازم تطلّعيها، لإن ده بيعمل زفارة، كنا زمان بنسيبها، لكن اتضح إن بتعمل زفارة في الأكل، فلازم نشيلها. أنا بعد ما قطّعتها بارجع أعيد عليها تاني، يعني أنتم عارفين أول حاجة أنا نضّفتها، بعد كده نقعتها في دقيق وملح وخل تمام، ما حطيتش ليمون، كان عندي ليمون والله وما حطيتش. المهم سِبتها فترة كده، وبعد كده غسلتها تاني وحطيتها تتصفى. بعد كده بقى أخدتها وقطّعتها معاكم، وبعد ما قطّعتها رجعت غسلتها تاني. بعد كل مرحلة من المراحل دي تصوّروا إن أنا بارجع أغسل الحوض، ماشي، فكويس يعني مش وِحِش. بُصّوا أنا باطلّع الدم زي ما باقول لكم كده، وتنضّفي مكانه كويس، علشان يبقى الأكل طبعًا ريحته كويسة واللي ياكل ما يقرفش منه، تمام، بس صلّوا على النبي واذكروا الله.
طبعًا الوقت ده ما بارضاش أجيب لكم والله كل يوم كل الحاجات اللي أنا باعملها، أنا كل يوم باغسل مواعين، كل يوم باكنس، كل يوم بادخل على الأوض وأروّقها وأضبّط المكان، يعني الحاجات ديّة لازم بتتعمل يوميًا، سواء هاغيّر بقى مفارش السرير مش هاغيّر، لكن أنا باعملها كده يعني. بس عشان أنوّع لكم في الفيديوهات وما تملّوش منّي وتزهقوا. أنا عمومًا أنا من الناس اللي بتحب تتفرّج على الفراخ وتنضيف وتقطيعها والحاجات دي، باحب آخُد أفكار، وباحب أتفرّج على غيري إن أنا أستفاد، يعني أنا القصة إن أنا أسيب من الصدر حتّة دي أنا أخدتها من واحدة برضه على اليوتيوب، والفكرة عجبتني. إن مش كل مرّة أصل أنا المفروض إن أنا عندي أو أنا يعني عاملة في حسابي الشهر ده إن أنا مش هاشتري فراخ كتير، هاحاول إن بقى يبقى في لحوم وكبدة وأسماك وكده. دي برضه هاشاركها معاكم لمّا أجيب الحاجات دي، فلإن أنا طول الفترة اللي فاتت كنت مُعتمدة على الفراخ بشكل كبير، إن ممكن مثلًا لو عايزة أعمل صينية فراخ صينية مكرونة أعملها بالفراخ، لو عايزة أعمل بيتزا أعملها بالفراخ، لو عايزة أعمل فأنا بصراحة زهقت وعايزة تغيير بقى، فقُلت هاجيب بس فرختين هاعملهم دلوقتي وعشان يعني أحطهم في الفريزر عشان لو احتجت حاجة لو احتجت فراخ تبقى موجودة عندي، لكن الأصل بقى كان نظام تنويعي يعني. هنا بقى أنا حطيت الرقب والحاجات اللي أنا مش هينفع أسيبها في الفريزر، وكمان حطيت معاهم صدر فرخة وال يعني حطيت شوية حاجات كده تمام، وقُلت هاعمل جنبهم مكرونة تمام، مكرونة بقى والله طعمها رهيب، أقسم بالله أحلى من المبكبكة كمان. باعملها إزاي؟ أنا باحط شوية زيت، بس أنا كان صراحة كان عندنا من يوم أو كان كبدة تمام، فكان الزيت بقى بتاع الكبدة، أنا حمّرت فيه المكرونة تمام، بعد كده نزلت عليها بصلصة طماطم وبعد صلصة الطماطم نزلت عليها بقى بالشوربة كانت الفراخ دي عملت شوربة جميلة، وحطيت عليها بقى البهارات عادي خالص، وحطيت عليها يعني بُصّوا نُص معلقة توم أو معلقة توم صغيرة ماشي، وسيبيها بقى بس تخلّي الصوص أكتر شوية، هتاكلي أحلى مكرونة. طبعًا الفيديو خلص حُطّي لي لايك، سلام عليكم.